ما بين بانينكا زيزو وعارضة بوفون نهائي مونديال ألمانيا 2006 هناك ذكرى لا تنسى. في 23 من يونيو للعام 1972 ولد نجم يسمى زين الدين زيدان لأبوين جزائريين من مدينة القبائل في الجزائر. هاجر أبواه إلى فرنسا واستقرا في مارسيليا. عشق الطفل زيدان الكرة وكان يلعب حافيا في أحياء مارسيليا الفقيرة لعدم قدرة والديه على شراء حذاء له كحال الكثير من اللاعبين الذين ولدوا من رحم المعاناة. مرت الأيام وبدأت قصة واحد من أفضل اللاعبين في العالم. برزت مهارته الكروية مع فريق كان الفرنسي وسطع نجمه في عالم الكرة وأصبح واحد من أشهر نجومها في العالم. لعب مع المنتخب الفرنسي وفريق يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد الإسباني. فرنسا واحدة من المنتخبات التي توجت بكأس العالم بجهود لاعبين من أصل غير فرنسي، وهذا ما حدث في بداية مسيرة زيدان. خرجت شائعات عن رفض المدرب عبد الحميد كرملي منحه فرصة اللعب مع منتخب الجزائر بداعي إنه لم يكن يمتلك السرعة الكافية، لكن زيدان نفسه قال في مقابلة صحفية عام 2005 إنه لم يكن مؤهلا للعب مع الجزائر من الناحية القانونية. بدأت مسيرة زيدان الدولية مع منتخب فرنسا، وأول بطولة رسمية شارك فيها اللاعب كانت في العام 1996 في بطولة اليورو، وقد أدى أداء رائعا في تلك البطولة وأوصل المنتخب الفرنسي إلى المربع الذهبي، لكن تم إقصاء منتخب فرنسا في نصف النهائي على يد المنتخب البرازيلي في ركلات الترجيح. أول مشاركة لزيدان في كأس العالم كانت في العام 1998. تميز اللاعب بسرعة بديهة كروية تمكنه من حل أعقد الوضعيات في وسط وهجوم الملعب. في تلك البطولة قدم أداء أسطوريا ورد على كل منتقديه، وقاد المنتخب الفرنسي للتتويج بكأس العالم لأول مرة في تاريخه. في النسخة 18 من كأس العالم لعام 2006 مونديال ألمانيا، النجم الفرنسي أدهش العالم في ربع النهائي أمام البرازيل عندما قدم أفضل أداء فرديا في تلك المباراة. في وقتها كانت البرازيل تمتلك جيلا ذهبيا ضم كبار النجوم أمثال رونالدو ورونالدينيو وروبرتو كارلوس وكاكا وروبينيو وكافو وغيرهم من نجوم السيليساو الذي كان حينها حامل لقب نسخة 2002 كوريا واليابان. الحدث الأبرز في النهائي الشهير الذي جمع الديوك الفرنسية مع المنتخب الإيطالي. تحصل المنتخب الفرنسي على ركلة جزاء تقدم زيدان لتنفيذها. رغم حجم المباراة وخبرة الحارس بوفون، زيدان نفذ الركلة على طريقة البانينكا الشهيرة مسجلا الهدف الأول. أثناء المباراة وبعد مشادة كلامية بين زيدان واللاعب الإيطالي ماتيراتزي، الأخير سقط أرضا بعد نطح زيدان له بعد إساءة ماتيرازي لشقيقة زيدان. تلقى النجم الفرنسي على أثرها بطاقة حمراء، وبعد تسجيل المنتخب الإيطالي لهدف التعادل سيطر التعادل الإيجابي على المباراة، وخسرت فرنسا ركلات الترجيح لتتوج إيطاليا بلقبها الرابع. الحدث المحزن وطرد زيدان جعل الجماهير حول العالم تتعاطف مع النجم الفرنسي، ليعلن اللاعب لاحقا اعتزاله اللعب دوليا.